السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة دي، قناة يوميات رفيع في الشرقية. أتمنى لو عجبتكم تعملوا لي اشتراك ولايك وتكتبوا لي تعليق يثبت حضوركم. طبعا برحب بالناس الجديدة اللي انضمت لعيلتي، برحب بيكم طبعا، ووجودكم معايا والله شرف ليا. ربنا يخليكم يا رب وما تحرمش منكم أبدا أبدا، وتفضلوا تاج على راسي ونعمة في حياتي الأمر بحال. طبعا النهاردة روتين زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة، يعني بادئ عندي. المفروض ان انا كنت يعني مظبطة نفسي ان انا هصحى على الساعة 4:30 كده على صلاة الفجر، يعني بعد الفجر ما يأذن كده نصلي ونتوكل على الله نشوف مصالحنا يا جماعة. بس ابني بقى الصغير اللي معاها عيل صغير اصلا ما تضمنش وقتها وما هيش مالكة وقتها، فابني بقى بدأ في اليوم ده زرجنة من الساعة 2 بالليل. عادي اخدته علشان ما يعكننش على اخواته، رغم ان هو صحاهم برضو، قدر بزرجنته وعييته ونرفزته ان هو يصحيهم كلهم برضو وقلق كل اللي في البيت. فعلى ما سكت وشفته عايز ايه وكده كانت الساعة 3:30. طبعا انا مش هسرح الساعة 3:30 لان اصلا يعني لسه الفجر ما اذنش وكده. فقمت خلاص قمت بقى ان انا هعمل في الشقة، اشوف عندي حاجة اعملها، وكان عندي شغل كتير ولازم ان انا اخلصه قبل ما اروح الارض. يعني انا لازم اخلص اللي ورايا واظبط نفسي قبل ما اروح الارض، وبعدين بسيب الباقي البنات يكملوه، علشان انا يعني لو الوقت دخل عليا فانا هسيب الباقي البناتي. بس حبيت ان انا اعمل الشغل اللي هو التقيل عليهم، يعني لان طبعا انتوا عارفين ان احنا طالعين من رمضان، والعيال اصلا يعني الصوم بالنسبة لهم صعب، ووراهم دروس ووراهم حاجات كتيرة. يا رب بس ربنا يعدي الترم ده على خير، لان هو كان ترم ضايع اصلا والعيال ما حضروش في حاجة. زي ما حضراتكم شايفين ده بقى كان بادئ الروتين، ده بقى كان بادئ كده في الارض من الساعة 11:30، خلصناه الساعة 4 يا جماعة. يعني كان اخدنا كام ساعة في الارض؟ حوالي 6 ساعات او 5 ساعات في الارض، وانا قعدت لي كمان يجي نص ساعة بعد الانفار ما طلعت وكده. قعدت انا واتنين من جيران، فضلنا قاعدين شويه. قامت يجي ساعه واجت المقطوره بعد ما حملت البنجر اخر مقطوره، اجت تعدي على السكه قامت واقعه بالبنجر بتاعها، فاضطرينا ان احنا نحمله تاني. بس الحمد لله الحمد لله عدت، والعرب نزلوا هم زي ما حضراتكم شايفين. الحته اللي بقوا الانفار يقطشوها بقت تطلع كده. انا خلاص بطلع بنجري علشان خلاص كل سنة وانتم طيبين. الزرعة تمت على خير، تمت بعذاب والله العظيم يا جماعة. الزرعة دي ورتني، يعني بصوا مهما اقول انا مش هعرف اوصف لكم اللي انا شفته خلال الزرعة دي. بس الحمد لله ربنا عدها على خير وتمت، ربنا بقى يتمها بقى على خير، ونتلاقي العربية تيجي، الشركة تبعت العربية، المندوب يجيب لنا العربية علشان نقدر ان احنا خلاص بقى نسلمها يعني كده. احمد وملك قاعدين ما هماش قادرين خالص. دي ملك بنت جارتي واحمد ابني قاعدين الاتنين في سنة 5. عمال اكلمهم بقى على المدرسة والامتحانات، وانا قعدت اصلا جيت يعني في الاخر كده وما بقيتش قادرة، لان الانفار بقينا كل شوية نجيب مية، الارض بعيدة عن البيت، فبقيت كل شوية ان انا اروح اجيب مية وارجع، والعيال يروحوا يجيبوا مية ويرجعوا. فلقينا الموضوع يعني هبطت، جيت على الاخر كده وهبطت وقمت قعدت. صلوا على النبي كده واذكروا الله وادعوا لي كده دعوة حلوة من قلوبكم بصالح الحال لنا وليكم. طبعا التصوير مش قد كده لان انا ما كنتش حابة اجيب يعني مش حابة اجيب الناس يعني وهي شغالة وكده يا جماعة. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نيجي بقى على الروتين اللي انا بدأت ان انا اعمله من الساعة 3. طبعا المية الحمد لله كانت موجودة جت يعني. فانا الحصر ديت كان ابني الصغير برضو مبهدل عليهم حاجات كتير، ايش السكر وقلب لي براد الشاي، ده كله في الساعة بتاعت بالليل دي. يعني الواحدة تيجي تعمل كوباية الشاي علشان اشربها، انا ما بعرفش اشربها والله العظيم يا جماعة. ويعني عامل فيهم عمايل كتيرة قوي، يعني بصراحة مبهدل الدنيا. قلت ايه بقى انا كده. بصوا يا جماعة انا طول ما انا في شقتي انا ما بخافش من شقتي، يعني حتى لو طلعت بره شقتي ديت الساعة انا ما بخافش. وبعدين دايما امي تقول لي والله يا بنتي ما تخافي غير من البني ادمين، انما حاجة تانية البني ادمين هي اللي عفرتت الدنيا. وفعلا صدقت والله العظيم. احنا البني ادم ما يخافش الا من البني ادم اللي زيه. كده طبعا شغلت الغسالة بتاعتي، شغلتها وقمت بقى جايبة الحصرة غسلاها.
طبعا مش هقول لكم بقى انا فرشت الملايات وكده، الحاجات دي برضو انا كنت غسلاها في اليوم اللي قبل كده، غسله المفرش وغسله البطانيه وغسله اللحاف وجبتهم، لان احنا عندنا الجو حر اليومين دول، فالجو حر اليومين دول يا جماعه، فقمت ايه نشفهم يعني. وادي الاوضه ديت اهيت ومجهزه الكسوه. طبعا انتوا شايفين الصالون انا لبست الكسوه بتاعته، هوريكم دلوقتي برضو لبستها له، لان لقيت ابني برضو هيبهدل الصالون، والصالون ده انا عاملاه يعني بصعوبه كده. الغسيل بدات ان انا اغسل، والدور اللي انا اغسله يا جماعه بدات ان انا انشره على طول علشان انجز يعني، علشان يبقى فيه نجزان في الموضوع. بقيت اخلص يعني لما النهار شقشق وكده، قلت ايه لما نروح نمشط على الارض. هقول لكم برضو احنا مع بعض اهوت في الروتين، هنشوف انا عملت ايه وشوف الروتين رفية كان ماشي ازاي. والله يا جماعة يعني انا جايبه لكم الفيديو ده 12 دقيقة، صدقوني انا فضلت شغالة على الفيديو ده 14 ساعة يعني، اصور كده واعمل. جيت لقيت الشمس كويسه، طلعت برضو البطاطين ديت، وكان الحصرة هي انا غسلها بس كانت نشفت، لان انا قلت لكم الهوا شغال ما شاء الله والجو شغال كده وكده. بقى هو جارنا عمال يطلع في المواشي بتاعته، مبهدلاه بصراحه والله العظيم، بتبهدله كده يعني، ما كانش يجري قدامها تبهدله. يلا ربنا يهديهم يا رب، هنعمل ايه يعني. العيشه هنا شقه، بس على قد ما هي شقه بس والله العظيم نعمه، ربنا يديمها يا رب علينا ويعيننا ويعين كل واحد على حاله يا رب العالمين، واحنا بالجمله. طبعا كده اهوت بوريكم بقى ان انا خلاص كده خلصت الغسيل، وان انا عملت شغل خلاص اهوت كتير اهوت. بدأ بقى ان انا اقوم كده بقى، انا مورياكم الصالون وانا فرشاه كده بقى. جبت الكسوه بتاعه الصالون اهي يا جماعه علشان افرشها، لان لقيت برضو ابني هيبهدل الدنيا، فقلت لا حرام. وشلت على فكره الحافظه البيضه دي كمان، انا شلتها يعني مش عارف، انا شلتها برضو علشان اغسلها يعني، لان برضو لقيتها هتتبهدل. لان بصوا اليومين دول يومين بقى احنا بنشيل زرعه ونحط زرعه، فهيبقى فيه شغل كتير. ممكن ابني يجي انا ما انتبهش لرجليه مثلا وهي مش نظيفه، ممكن يعني دي شيء وارد يا جماعه، فممكن يعك الحافظه، فانا اتلطم في غسيلها. فقلت لا انا يعني هبعد نفسي عن الشبهات كده زي ما بيقولوا، هشيل انا الحاجه البيضه ديت واحطها، لان انا اصلا موسوسه في حكايه النظافه دي يعني. ممكن انا لو حاطه الحاجه النهارده واتعكت ممكن اشيلها بكره واغسلها عادي خالص واتعب نفسي، بس ان انا انام مرتاحه يعني. بنتي بتقول لي كده. طبعا الحصر دي زي ما حضراتكم شايفين جديده، انا ما فرشتهاش عيناها، ولقيت عندي شريط دانتيلا كده كان فايض من فستان بنتي ملك في فرح خالتها، فقمت جايباهم وعاملاهم في يونكه كده. فبنتي بتقول ده انت رايقه يا ماما، قلت لها يلا يا بنتي مع حاجه حلوه برضه مدي منظر. البطانيه اللي هناك دي انا غسلتها، ده كده بطانيه انا اسمها 2، فغسلتهم لان اولادي ما كانوش بيحبوا يتغطوا بيها ابدا، كانوا يقولوا لي يا ماما احنا لما بنتغطى بالبطانيه ديت بنحس بكوابيس. فانا قلت ايه خلاص بقى انا هعملها كنظام حافظه، اللي يخليني اجيب حافظه ب2000 جنيه ولا ب1000 جنيه هقوم جايباها وعاملاها كده. بقى انا خلصت كده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين. جبت الشريط ده والحصيره ديت، قلت بس هي دي يا دوبك، ونضفت كده. جبت الحافظه ده حطيتها هنا كده، وقمت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد نقله الكنبتين يعني انا معرفش انا عملت الصلاه ليه كده، بس يعني انا ايه حسيت ان فيها تغيير وان هي كويسه يعني. انا حسيت من وجهه نظر ان هي كويسه، بس طبعا هرجع يعني هظبطها بس لما اخلص بس الشغل الكتير قوي اللي ورايا ده يا جماعه، لان انا والله العظيم ورايا شغل كتير جدا. ربنا يعيننا ويعينكم اللهم امين يا رب العالمين. جبت طبعا المرتبه الصغيره ديت هنا بنحطها هنا كده، جبتها هنا، وادي الحافظه اهي زي ما حضراتكم شايفين لسه ما شلتهاش على فكره. وجبت الكنبه، انا هنا بقول لكم بقى ان انا حبيت ان انا ايه اغير، بس والله يا جماعه انا مش عارفه انا بغير ليه بصراحه. يعني انا بقول لكم كده، بقول لكم انا جبت الكنبه دي هنا يا جماعه، بس انا مش عارفه انا جبتها هنا ليه، وجيت ارجعها تاني انا ما قدرتش ان انا ارجعها. اخدت احمد ابني بقى في الوقت ده كده بعد ما خلصنا كده وضلمت الشقه كده، وقمت مشغله المراوح وحاطه بخور علشان عزكم الله الهافي والناموس كتير قوي عندنا اليومين دول، يمكن علشان حوالينا الميه وكده. وقمت مضلماها وقمت طالعه راحه على الارض تاني. تعالى يا احمد نروح على الارض، قال لي يلا يا ماما. فالمهم ان احنا لما رحنا الارض واحنا راجعين
لقيت احمد ابني بيقول لي على فكره يا ماما. قلت له ايه؟ قال لي انا نفسي في فراخ. قلت له في فراخ ايه؟ انهي نوع من انواع الفراخ يعني؟ قال والله العظيم انا نفسي في فراخ محشيه. قلت له طيب ماشي. قمت جايه وقمت واخده حماتي، وقمت ايه مخلياها زي ما حضراتكم شايفين كده، وهتشوفوا في الروتين يعني معانا. وقمت جايه دابحه فرخين شمر. فبعدين قال لي وانت هتنهضي يا ماما؟ قلت له ايوه يا ابني هننهض، احنا يعني ورانا ايه؟ الحته نضيفه فوق وهو الفرخين مش هياخدوا حاجه. جيت بقى قمت دابحه الفرخين الشمر ده زي ما حضراتكم شايفين، وقمت منضفاهم ونقعاهم. وطبعا عندي كل حاجه جاهزه في الفريزر. انا من النوع اللي بحب اجيب طماطم وافرزها واسبكها واخليها جاهزه على الاكل. يعني بفرز بسله، كل حاجه عندي جاهزه. فانا لو حتى اي حد دخل عليا انا عندي ساعه الا ربع ساعه الا ربع بس واجهز احلى اكل. كده البسله اهيت، وانا كنت جايبه جزرتين ومجهزه البصل ومسحت البوتاجاز، ودي كده الحشوه علشان بقول لكم يعني مجهزه حشوه الفراخ. وادي الصلصه. وكان نفسي في باميه بقى، طلعت كيس باميه زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه. بحب اجهز لان انا مش عارفه مين اللي هيدخل عليا. ممكن يدخل عليا حد يقول لي انا عايز لقمه، فانا جهز له لقمه من موجود، وان هو هيطول في القعده فاعمل اكل. انا معوده نفسي على كده وهم معودانا على كده. والله يا جماعه الاكل ده هم اخد معايا ساعه وربع. يعني شايفين بتنظيف الفراخ. انا من النوع برضو لما بنضف فراخ لازم ريحه الليمون تكون غالبه على اي ريحه. يعني ريحه الليمون ديت تكون غالبه هي والجنزبيل على اي ريحه يا جماعه، لان انا ما بحبش الريحه ديت ابدا. ما بحبش ريحه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ريحه الزفاره يعني. اهو طبعا طبخت زي ما حضراتكم شايفين. ادي الفراخ اهي، وعملت البسله وعملت الباميه والرز اهو. شوفوا بقول لكم انا كانت لسه سخنه. بصراحة ولادي اللي جهزوا الاكل، بناتي اللي جهزت لي الاكل، لان انا ما كنتش قادرة خالص ان انا بقى اجهز الاكل. وادي البامية عملت له طبق بامية. عيالي مش هياكلوها بس انا كان نفسي فيها فعملتهم. وعملت رز بشعرية وعملت رز بشعرية زي ما حضراتكم شايفين، وشوربة، والحمد لله تمت على خير. واليوم خلص الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. اتمنى لو روتيني عجبكم. انا جبت لكم المقتطفات اللي فيه. الصعوبه اللي فيه ما رضيتش اوريها لكم علشان يعني ايه ما تحبطوش معايا اللي وراه حاجه. الصعوبه اللي فيه ما رضيتش ان انا اوريها لكم علشان يعني انا حبيت ان انا اديكم طاقه ايجابيه. لو وراكي ايه حتى انت هتعمليه خليكي قويه واستعيني بالله على